سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم، يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. انا وهو يا بنات زي ان شاء الله زي كل سنة ودايما مع بعض على طول يا بنات. انا هنا يا بنات عملت الفول معاكم، هنزل لكم في الفيديو ده مع ده هدخل الفيديوين مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا عملت الفول يا بنات وعملت كل تفاصيله معاكم. وهنا بقى السحور بسيط معانا يا بنات. وهنا برضو عملت الزبادي. شايفين يا بنات الزبادي جميله ازاي، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. شايفين يا بنات ما شاء الله. وهنا بقى السحور بتاعنا بسيط جدا. جبنه ولانشون وخيار، طبعا ده اساسي الخيار، وبيض بالبسطرمه، وجبنه بطماطم وخيار. انا بحب الجبنه ديت قوي، جبنه فلاحي يا بنات. والفول بتاعنا يا بنات هتشوفوا الطريقه بتاعته، طريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه، ومكون واحد هيخلي اللون حلو جدا كده معاكم، مخلي اللون الكهرمان ده كده معاكم يا بنات. شايفين لونه عامل ازاي؟ ان شاء الله تشوفوا الفيديو، واستناكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات بتاعتكم الجميله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وايه رايكم بقى في الديكورات اللي انا عاملاها في المطبخ؟ حاجه بسيطه جدا كده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم. شايفين رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، انا بحبهم قوي دول. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يعيد عليكم الايام بخير يا رب، وعلى كل حبايبكم. اهو هستناكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات بتاعتكم. ويلا نبدا بقى وندخل على الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بقى، لايك وشير وسبسكرايب من مطبخ بنوته اسكندرانيه، وتشجيعكم ليا، بحبكم جدا. حبايب قلبي، اول فول بتاعنا بقى احنا هنعمله بقى يا بنات. انا حبيت اوريكم كده انا عامله ايه بقى في المطبخ، حاجه بسيطه كده ديكور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى يا بنات، هنا هو عندي، هنا هنعمل الفول بتاعنا بكل سهوله وبساطه واقتصادي يا بنات. زي بتاع العربيات بالظبط يا بنات. اللون بتاعه هيطلع حلو جدا، الكهرمان ده كده يا بنات، بمكون واحد بس، وان شاء الله هقوله لكم. هنا هو يا بنات الفول بتاعي انا نقعاه لمده 5 ساعات، وكل حبه والتاني بغير عليه الميه. شايفين يا بنات الفول بتاعي حلو ما شاء الله عليه. وهنا هو عندي هنا برضو فول اللي هو المدشوش ده، اللي هو بتاع الطعميه وبتاع البصاره، برضو انا نقعاه. انا هنا عندي نص كيلو من الفول، نص كيلو من الفول. هنا هو يا بنات زي ما قلت لكم عندي نص كيلو من الفول، وربع كيلو من الفول اللي هو المدشوش ده. يبقى نص كيلو من الفول عليه ربع كيلو، هو ده يديله قوام حلو جدا يا بنات. الفول المدشوش هو اللي هيدي الفول بتاعنا قوام حلو، كريمي كده ويبقى حلو. ومعايا هنا تلات معالق كبار من العدس، انا غسلاه كويس جدا ومصفياه. وتلات فصوص من الثوم يا بنات، 3 فصوص من الثوم بس عشان الثوم ما يحمضهوش، بيديه بس ريحه كده حلوه. وهنا بقى السر بتاعنا كله في معلقه كده كبيره من الكركم، معلقه كبيره من الكركم يا بنات، ده اللي بيديله اللون اللي هو زي الكهرمان ده كده، حلو جدا جدا يا بنات. يلا بينا بقى نحضر الفول بتاعنا ونشوف هنعمل ايه فيه. وانا هنا اهو يا بنات، نسيت اقول لكم معلش، اللي انا هنا معايا ليمونه. هعصر بعد ما احط الفول بتاعنا، هعصر عليه نص ليمونه. لو الليمونه بتاعتك كبيره يبقى نص ليمونه بس، لو الليمونه بتاعتك صغيره يبقى ليمونه صغيره. ده هيحافظ على اللون بتاعه، ولا هيخليه يسمر منك الليمونه ديت، ولا الحله بتاعتك يجرى لها اي حاجه مطرح ما الغليان بتاع الفول وكده. ولا يجرى لها اي حاجه خالص. وزي ما قلت لك لاخر واحده في الفول هيبقى لونه كهرمان وجميل جدا يا بنات. يلا بينا بقى يا بنات نشوف بقى احنا هنعمل ايه مع بعض. هنا اهو يا بنات بعد ما نزلت بالفول بتاعنا والفول المدشوش والفول بتاعنا العادي والعدس. نص كيلو من الفول عليه ربع فول مدشوش، عليه 3 فصوص من الثوم كبار، عليه 3 معالق من العدس. والسر بتاعنا هنا يا بنات معلقه كركم كبيره، دي هتخلي الفول بتاعنا كهرمان كده يا بنات. اهو يا بنات، ونص ليمونه، الليمونه بتاعتنا ديت برضو هتخليه يفتح معانا جدا لحد اخر واحده فيه، ويبقى دايب كده دوب كده ومش ناشف. ونصيحه يا بنات، الفول ما يتنقعش كتير يا بنات، الفول ما يتنقعش كتير عشان لما بينقع بينشف بيجلد.
هو يا دوبك بتاع 5 ساعات كده قبل ما نحضره كده. 5 ساعات 4 ساعات بكتير قوي يا بنات، 5 ساعات بكتير زي ما قلت لكم، 4 ساعات يعني كده، يعني 4 يا 5 ساعات كده بالظبط. بس كده يا بنات. ولا بيتحط له طماطم ولا بيتحط له اي حاجه تانية يا بنات، اي اضافات تانية لا، بتسوده وما تخلوش حلو. انا جبت لكم طريقه جديده وطريقه حلوه بتاعت المطاعم، اللي هي المطاعم اللي بتاعت الفول والطعميه، المطاعم الكبيره بتاعته كده، فجبت لكم الطريقه الاصليه بتاعته، طريقه حلوه وجديده، وان شاء الله ايه نعملها مع بعض على طول بامر الله وتعجبكم. بس انكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات بتاعتكم الجميله. هنا اهو يا بنات بقى ننزل بقى بالميه بتاعتنا السخنه. ويا بنات ولازم يا بنات كل ما نيجي نزود الميه بتاعتنا عشان الفول بتاعنا زي ما قلت لكم ما ينشفش، لازم هنزود ميه سخنه، ميه سخنه يا بنات، ما ينفعش نزود ميه ساقعه. الميه الساقعه تخليه يبقى ناشف ومجلد. الميه سخنه يا بنات كل ما نيجي نزود الفول بتاعنا يبقى ميه دافيه. اهو بس كده يا بنات. اهو يا بنات انا بعد ما غطيت الفول بتاعي كده بالميه، شايفين يا بنات لونه حلو ازاي ما شاء الله. زي ما قلت لكم جربوها على الطريقه ديت يا بنات وان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين لونه حلو ازاي كده يا بنات. بس كده بقى يا حبايب قلبي، انا الفول بتاعي هياخد غلوه واحده على نار عاليه، وبعد كده بعد ما ياخد الغلوه الواحده كده يا بنات هوطيه بقى ايه توطيه واطيه خالص زي بتاعه القهوه كده بالظبط، زي السبرتيه كده بالظبط، عشان الفول بتاعنا ما يتلسعش من تحت معانا. اهو يا بنات اهو شايفين لونه حلو جدا ما شاء الله. ان شاء الله يا بنات تجربوه بالطريقه ديت، وهستناكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات بتاعتكم الجميله. وهنا اهو يا بنات قلت اوريكم، بصوا الفول بتاعي حلو ازاي. والله يا بنات ما اخدش بصوا نص ساعه على النار. اهو بصوا اللون بتاعه حلو ازاي، لون الكهرمان ده كده. بصوا هوريكم كمان الفوله بقت عامله ازاي، دايبه دوبان ومش ناشفه ولا اي حاجه خالص. عايزه اوريكم الفول، بصوا بصوا شايفين يا بنات، شايفين الفوله دايبه خالص مش مستحمله اي حاجه. اهو يا بنات ان شاء الله هتجربوه بالطريقه بتاعتي ديت، واستناكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات بتاعتكم الجميله. هنا اهو بصي يا بنات الفول بتاعنا بعد ما خلص، شايفين يا بنات دقنا كده قبل ما نوضف فيه اي حاجه خالص. شايفين لونه عامل ازاي يا بنات، لون الكهرمان بصوا ودايب باين. بصوا الفوله بصوا يا بنات دايبه خالص. بصوا وما خدش معايا وقت يا بنات. واحنا بقى ايه، يلا بقى نوضب بقى ايه الفول بتاعنا ونحضر ايه السحور بتاعنا مع بعض. هنا بقى اهو يا بنات طبق الفول الجامد اهو، انا حطيت عليه يا بنات طحينه وزيت حار وليمون وملح وكمون. بصوا يا بنات جميل جدا يا بنات، زي بتاع العربيه بالظبط، وانتي اللي عاملاه في البيت وضامنه من نظافته، وحاجه حلوه جدا اقتصاديه. وهستناكم تقولوا لي ايه رايكم يا حبايب قلبي. يلا بقى ايه نحضر بقيه السحور بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين.